صباح الخير. النهارده يوم 14 فبراير، النهارده يوم الفالنتاينز. هابي فالنتاينز داي لو انتوا بتحتفلوا بالفالنتاين. انا ما عنديش اي بلانز خالص، بس انا عايزه انزل لان انا خلصت امتحانات. لان مش عارف، انا بدرس الماجستير دلوقتي، فكان عندي امتحانات وكنت مشغوله جدا وكنت مضغوطه وكنت عماله اذاكر. فالحمد لله انا خلصت امتحاناتي وبقيت فاضيه. اول حاجه عايزه اقول لكم ان انا عملتها ان انا كان عندي الفيديو اللي فات ده انا مصوراه من شهر. متخيلين ان انا من شهر مشغوله لدرجه ان انا ما عنديش وقت اصور فيه فيديوهات، ان انا اعمل اديت حتى للفيديو اللي انا كنت مصوراه. That's how busy I was. بس النهارده الحمد لله خلصنا. اقدر انزل، اقدر احتفل، اقدر ان انا اعيش حياتي. فاللي انا هعمله ان انا هروح النهارده اعمل شوبينج في H&M. عايزه اشوف الحاجات اللي نازله موضه، بقالي كتير ما شفتش اللبس في المحلات، بقالي كتير ما شفتش اصلا الحاجات الموضه ان جنرال. فهروح ان انا اعمل شوبينج في H&M وهنسافر دوله تانية. الناس اللي ما تعرفش انا حاليا في المانيا، والنهارده هروح بولند. يوم اكسايتنج جدا، بعمل فيه حاجات كتير. يا سوبر اكسايتد النهارده ان انا اتفسح واعيش حياتي من غير ما يكون ورايا حاجه. لان عايزه اقول لكم ان انا كنت بنزل وبعمل كل حاجه، بس فكره ان انا لازم ارجع وان ورايا مذاكره، وانا كنت نسيت ضغط المذاكره ده بيبقى عامل ازاي. انا متخرجه من 2018، ففجاه بعد 8 سنين بعد 7 سنين قررت ان انا ارجع اذاكر تاني. فانا نسيت فكره ان بيبقى وراكي ضغط، وان انت المفروض وراكي مذاكره وضغط الامتحانات والستريس. طب انا هلحق، طب انا مش هلحق، طب يعني كان في حاجات كتيره كده بتحصل في نفس الوقت. بس خلاص no more pressure. بصوا احنا كده ده الجو العادي، يعني ده كده بقى العادي بتاعي، ان على طول في تلج، ان على طول درجه الحراره تحت الصفر. فانا كمان مش متعوده خالص. الله بصوا انه النهارده بقى، فالولد ده شاري ورد his girlfriend بقى، شوفوا his wife whatever. فيا هنزل النهارده كنت ناوي ان انا انزل عشان الفالنتاينز. حاسه ان الدنيا هتبقى زحمه وكده، بس I don't care، لازم انزل. كنت شاريه حاجه من H&M وعايزه اغير المقاس بتاعها، فدي كده كده لازم اعملها. وثانيا you know what, I'm gonna take myself on a date on Valentine's Day. So yeah, فهنزل. خاصة ولازم انزل دلوقتي الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 11 الا ربع، ولازم انزل ليه؟ لان H&M بيقفل الساعة 4. اوحش حاجة في المانيا هي ان يوم الاحد الدنيا كلها بمعنى الكلمة قافلة، ويوم السبت الدنيا بتشتغل لوقت معين. يعني انا حتى في امريكا كان مثلا الناس بتشتغل يوم السبت عادي مواعيد عاديه، بس يوم الاحد مقللين ساعات العمل ساعتين بس. السوبر ماركتس فاتحه، المحلات فاتحه، بتقدروا تعيشوا يوم الاحد. لا هنا مفيش حياه خالص يوم الاحد، مفيش اي حد بيعمل اي حاجه يوم الاحد، الدنيا كلها قافله. ويوم السبت نص يوم، فاللي هو ايام الاجازه بتاعتك انا literally مش بقدر ان انا اعمل حاجه قوي، ولازم اعملها الصبح وبسرعه بسرعه بسرعه. anyway لازم انزل دلوقتي عشان الحق المحلات وانا نازله. بصوا الارض كلها بتبقى متغرقه تلج، بجد المنظر بيبقى حلو قوي. غير ان الدنيا بتبقى ساقعه، يعني انا ما بحبش ان الدنيا بتبقى ساقعه، بس منظر التلج منظر حلو، بيبقى منور الدنيا كده. خاصه ان الشمس مش بتطلع هنا خالص. انا I think من ساعه شهر واحد ما بدأ انا ما شفتش الشمس. وصلت المول ده تقريبا فيه محلات كتير، بس انا ما اعرفش فيهم غير H&M. وعندنا برضو في المدينه دي نيويوركر، هما دول المحلين تقريبا اللي انا ممكن اعمل فيهم شوبينج، ولبسهم مناسب للستايل بتاعي. في محلات تانية بس اللبس بتاعها not my style that much. مبدئيا كده التوب ده حلو قوي، ده يخلي الجسم حلو قوي. هاخد منه قيسه مقاس ايه؟ small. let's take medium. وفي منه الوان تانية بس انا عاجبني اللون ده قوي. these tops برضو طالعين موضة جدا، تبقى حلوة قوي في العيد. التوب ده مفيهوش حاجة غير لونه والموديل الدرابيه، هيخلي الجسم حلو. I'll check it out as well. بصوا ده برضو حلو قوي، لو لبست فورمال يبقى حلو قوي. البلوزة دي ده يبقى مناسب برضو في الجامعة، يبقى حلو.
I need to find the jeans عشان اقدر اقيس عليه كل التوبات اللي انا واخداها دي. بس في حاجات يا جماعه كل ما امشي انا لسه في اول محل، في حاجات حلوه قوي. Here we have the trendy lace dresses. طبعا الدريسز دي مش عشان تلبس لوحديها، بس عشان تلبسوا فيها حاجات، والليس ديتيلز هي اللي تبان، بتبقى شكلها حلو قوي. هو تقريبا كل الجينز اللي انا شفته لحد دلوقتي هو فليرد، فتقريبا فليرد طالع موضه قوي. This is a dupe of the Zara jacket, the trendy Zara jacket. بجربه برضو. I'm not showing you the prices عشان مش عارفة prices هتبقى هي ولا لا، بس I think this is 50 euros. I like this bomber jacket. حلو اللون بتاعه. أنا بس محتارة في موضوع العيد، هل العيد السنة دي هيبقى اللبس فيه شتوي ولا العيد اللبس فيه صيفي؟ العيد هيبقى ايه؟ 20/3 ده الوقت محير، أنا مش بعرف ألبس له ايه. البنطلونات دي بتبقى شكلها حلو قوي، في منها اللبني، في منها الأزرق والبني. I like this pants، بس أنا مش عارفة ده ولا ده. حاسة التاني أحلى، الفتح أحلى. حلوة قوي الباليرينز دي، really cute. أنا موريكمش الطقم بتاعي النهاردة. لبست الفستان الأسود ده وحطيت عليه الحزام ده. كنت عايزه احط حزام يبقى ريترو اكتر، بس حسيت ده اللي عندي يعني، فحسيته برضو شكله حلو. لبسته على البوت السودا دي. ده كوت، انتوا شفتوا السكارف. and then this bag. الباج دي بجد احلى purchase انا عملته في 2026 لحد دلوقتي. دي من لونشامب. جبتها عشان تاخد اللابتوب، تاخد التابلت، تاخد like my books, my notebook, everything. الشنطة دي بتاخد حاجات كتيرة قوي وخفيفة جدا. I highly recommend ان لو انتوا في جامعة او بتشتغلوا محتاجين حاجة تبقى خفيفة تاخد كل الحاجات بتاعتكم. This one is a recommendation. بصوا دي كده اول باتش، انا هعملهم على باتشز عشان الحاجات بتبقى تقيلة وانا ماسكاها. ف this is the first batch. I'll try it and then we'll see the rest. My main problem في H&M او في المحلات عامه ان هنا الدنيا بيبقوا مشغلين تكييف حر قوي، واحنا بنبقى لابسين تقيل قوي، فلازم اقلع الجاكيت وانا جوه، وفي نفس الوقت انا عايزه اشيل حاجات انا بعمل لها شوبينج، فببقى ملخومه بكتر الحاجات اللي اشيلها. و this is my cue ان انا اقول لكم I miss summer. انا نفسي summer يرجع. التوب ده عجبني جدا. بصوا اصلا هو كله في الحركه دي، يعني انتوا لو عندكم اي حاجه ممكن تعملوها في التوبات اللي عندكم كده، سواء هنا بقى، سواء ان انتوا دجرتوكم وحطيتوها هنا، يعني this band is everything. مع البولكا دوتس، لان البولكا دوتس من الحاجات الترندي جدا. and then we have this jeans، عجبني جدا الموديل بتاعه. وفي this rip، هي مفروض من عند النيز بس عليا تحت النيز. I just love it. And the quality of the jeans itself, I love the material. جينز ماسك نفسه كده، مش ستريتشي قوي، فبالنسبه لي ده بيبقى خطير. التوبات دي من الحاجات اللي طالعه موضه قوي، اللي هي تبقى asymmetric كده، من كتف حاجه وكتف ده حاجه. ف I love this top، بجد شيك قوي. الجاكيت سلاش توب ده حلو جدا، اللون بتاعه عجبني، وكمان الموديل بتاعه حلو. موديله كأنه بلوزة، بس هو ده جاكيت عادي، ممكن تسيبوه مفتوح وممكن ان انتوا تقفلوه وتستخدموه كأنه بلوزة. this على بنطلون اسود هيبقى خطير، عجبني جدا، واللون بتاعه بيرفكت، خطير بجد، حلو قوي. هي طبعا مش عملية يعني، بصوا اول ما بتحرك هي بتتحرك معايا، بس as a look I love it. هنا نحط bangles، accessories، خطيرة. جبت البنطلون ده، عجبني جدا الموديل بتاعه. البنطلون ده بيكون in and out literally every other season، يعني انا فاكرة ان انا كنت بصور زمان برضو في المحلات and this was very trendy. وبعدين this jacket, the infamous Zara jacket, and this one it's like a dupe. حلو جدا، هو suede. It's very oversized, very oversized. I should have sized down. يعني لو هشتريه size down. So I love the color, I love the style, everything. Oh my god, this is so cute. I love it. الديتيلز بتاعتها حلوة قوي. بصوا ده اللي انا بتكلم عليه كنت جوه، ان لو عندكم دي تقدروا ان انتوا تستخدموها على اي توب عندكم وتعملوا منها حاجه ترندي.
The sweater is so cute. This is very cute. هتخلي الرسمة حلوة قوي دي. ندخل بقى على راوند 2 من الحاجات. دي الحاجات اللي انا جبتها في راوند 2 من الحاجات اللي عجبتني. في حاجات تانية بس دي الحاجات اللي عجبتني. اول حاجة جبتها هو الفستان ده. هو الفستان ده من غير البلت ده بتاعي، بس كيوت قوي الفستان. انا بحب الفساتين وحاسه ان ده كيوت قوي كالعاده، بس محتاجه ان انا اجيب مقاس اصغر منه. المقاس ده كبير جدا بس سو كيوت. اوكي، طب ده خطير. انا بحب اللون ده جدا، يعني بجد اللون الكموني ده انا بحبه قوي. وعلى الدرابيز الموديل بتاعه حلو قوي. I think ده من الحاجات اللي عليها سيل جامد يعني كمان. بعدين لقيت البنطلون الابيض ده. انا بدور على البنطلون ابيض، وجماعه عايزه اقول لكم البنطلون ده مش شفاف خالص. ليه؟ لان انا لابسه تحتيه شورت اسود. الاسود ده شورت ولابسه تحتيه شربطلون ومش باين الاسود او مش باين اختلاف اللون، فده بالنسبه لي حاجه جامده جدا. I give this pants 10 out of 10 بس عشان هو مش شفاف، والموديل بتاعه برضو حلو. بصوا يا جماعه التوب ده يعني خطير. عيبه بس ان مفيش مقاسي، يعني في مقاسات اصغر وفي مقاسات اكبر، بس مقاسي مش موجود. هو في الحركات دي ودرابيه من هنا symmetric برضو زي بقيه الحاجات drapes and then this scarf. ده عجبني قوي. ده عامل زي الفستان الجينز بس احلى بكتير، لان ده بقى مقاسي بالظبط. فزي ما انتم شايفين هو peplum كده cinched around the waist and then we have the fleurs. بصوا ده خطير، حلو قوي. البامر جاكيت وانيمال برنت. انا بحب جدا الانيمال برنت، حاساه مديه منظر حلو قوي. هو في جيب كده. بعد كده في البالكا دوت ساتن سكيرت. دي من الحاجات الكيوت قوي، فيمينين جدا. هي ساتن سكيرت عاديه بس هي بالكا دوت. انا اصلا بحب الساتن سكيرت، بحسها من الحاجات اللي هي على طول بتخلي منظر فيمينين قوي. لسه مخلصه دلوقتي H&M وهطلع دلوقتي على هولندا. جايز انا عايزه اقول لكم ان انا رايحه بولند ماشي. المدينه اللي انا فيها دي literally على البوردرز بتاعت بولند. I just walk. بنعدي بريدج كده هبقى اوريه لكم and then I'm in Poland. انا اول مره اعرف الموضوع ده، يعني عارفه ان هي على حدود بولند وان هما كانوا في الجامعه حتى كاتبين لنا ان هو ساعات بنبقى في classes في بولند ف you have to have like multiple entry visa. and then my friends واحده في الجامعه عندي كانت بتقولي لو انتي مش عاجبك الاكل اللي في الجامعه ممكن تروحي تاكلي في الاكل اللي في الجامعه اللي في بولند، القسم اللي في بولند. حسيت هروح بلد تانية عشان اكل. ايه ده تاني؟ هي literally احنا بنعدي كوبري وبنبقى في الجامعه. بصوا انا دلوقتي خلاص همشي على الكوبري اللي انا قلت لكم عليه البريدج وابقى في بولند. بصوا دي كده بولند. النهر اللي متجمد ده هو اللي بيبعد جيرماني من هنا لبولند هنا. بصوا في نفس المسافة بالظبط بولند راحت حطت الأعلام بتاعتها عشان تبين ان هنا خلاص we crossed the borders to Poland. بصوا بقى دي الجامعة اللي صاحبتي قالت لي عدي وروحي كلي فيها لو مش عارفة الأكل في الجامعة. الجو لما يبقى حلو هبقى اوريكم بولند، لأن المدينة هنا يعني في بيوت حلوة قوي. look at this beautiful. برضو من الحاجات اللي صحابي قالها لي اول ما جيت لما بسالهم ايه المطاعم الحلوه او الكافي شوبس اللي حلوه كانوا يقولوا لي بولند. روحي بولند او برلين. المدينه اللي احنا فيها ما فيهاش حاجه حلوه قوي، فانتي روحي بولند او برلين. بصوا المره اللي فاتت جربت انا وصحابي دي كانت طعمها خطير. احنا تقريبا كل حاجه جربناها كانت حلوه قوي، عشان كده انا المره دي مش عارفه اجرب ايه ولا ايه. احتفالات الفالنتاين بقى في كل حته. الدنيا دوشه قوي هنا، مش عارفه هتسمعوني ولا لا، بس انا جيت الكافيه ده اسمه ارتيسان.
يا جماعة they were very 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 cute. الكوفي بتاعتي اتأخرت فادوني. I ordered this coffee وطلبها من بدري، يعني أنا بجد طلبها من بدري فاتأخرت عليا، as a compensation ادوني this cute heart shaped cake and they told me happy Valentine's. وانا بيضحك عليا بسهولة قوي، يعني اللي عايز يتأخر عليا في حاجة بس يديني كيك هدية I'm all ears. تعالوا نجرب الكوفي. المرة اللي فاتت طلبت هوت كوفي، المرة دي حاسة انا عايزة اطلب ايس كوفي. It's really nice. بصراحة كل حاجة جربتها من عندهم حلوة. I can't wait ان انا اجرب الاكل من عندهم. لو رحت مع صاحبتي ان احنا نتغدى مرة هناك او let you know. اخدت معايا الكيك الهارت to go. I have my H&M and then دلوقتي هروح عشان بحب ان انا اروح قبل ما الدنيا تضلم. خلاص فاضل على المغرب كده ساعة ونص، فقلت ان انا اروح قبل ما الدنيا تضلم. You know what guys, I feel like انا بس لما الجو يتحسن هقدر ان انا اعمل حاجات كتير، لكن طول ما الجو بالمنظر اللي انا شايفينه ده مش هعمل حاجة. هي دي كده ألمانيا. أنا الجامعة بتاعتي عند المبنى الطويل ده، جامعة في هذه المكان. واو الفيو حلوة قوي. جماعة أنا بجد خدودي ودقني رفيقي بيبقوا متلجين. اوف ساقعة. اوف درجة الحرارة -2 it feels like -5. الترام فاضل لها 5 minutes. لسه داخلة البيت حالا، اشتريت حاجات من H&M هبقى اوريها لكم في الفيديو بتاع بكرة. بجد حاجات حلوة جدا واكسسوارز خطيرة. anyway يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالفيديو. انا بقيت اليوم اظن I will just edit videos. هتفرج على اسمه ايه، هذا البحر سوف يفيد. جماعة المسلسل بيمطوا في الأحداث بس I don't care، لأن المسلسل مليان لقطات كيوت. دلوقتي إيسو وفاطمة الاتنين دول they are my favorite couple. بجد هم ازاي كيوت قوي كده مع بعض، خطار. I love them. وعندنا برضو الاني عروج، الاتنين بجد كيوت قوي. أنا بس متضايقة من أسماء، يعني أسماء ما تقولي بقى أسماء، ما تخلصينا، ما تقولي إن دي بنتنا وننجز بقى، ننجز في الاحداث بقى ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بس انا مش عايزاهم ينجزوا برضو عشان ايسو وفاطمه ما يسيبوش بعض. anyway راح اتفرج على الحلقه. I think that's it. I think that will be my day. يا رب تكونوا اتبسطتوا واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.